احنا على موعد ديربي من اقوى الدربيات في الوطن العربي كله، الاهلي المصري في مواجهة الزمالك المصري. وده طبعا بعد ما حقق النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا للمره ال 12 في تاريخه بعد ما فاز على الترجي التونسي في نهائي دوري البطوله، وتحقيق نادي الزمالك الكونفدراليه الافريقيه للمره الثانيه في تاريخه بعد فوزه على نادي نهضه البركان المغربي، علشان تتجدد المنافسه بينهم، بس المره دي هتكون في الرياض من اجل الحصول على كاس السوبر الافريقي. ولما نرجع بالزمن لورا هنلاقي ان الاهلي والزمالك اتقابلوا قبل كده في نهائي كاس السوبر الافريقي، وده كان سنه 1994، ودي بقى كانت النسخه الثانيه من بطوله كاس السوبر الافريقي. قدر ساعتها نادي الزمالك انه يفوز على النادي الاهلي بهدف دون مقابل، بهدف للكابتن ايمن منصور. فهل بقى نادي الزمالك هيقدر انه يحقق الفوز المره الثانيه على النادي الاهلي، ولا الاهلي هيكون له راي تاني؟